يعني أول شيء هنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ونظرة علي لشيعته في ذلك الزمان، أنهم كيف أنهم يعني فيهم الخيانة والغدر. طيب انظر ماذا يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يقول: ولقد أصبحت الأمم تخاف ظلم رعاتها وأصبحت أخاف ظلم رعيتي. العكس، يعني الأمم تخاف من الملوك، يقول أنا الآن الحاكم خايف من الرعية من غدرهم. ثم يقول: أقومكم غدوة، يعني فجرا، وترجعون إلي عشية كظهر الحية. عشية يعني العصر أو الظهر. لوددت والله أن معاوية صارفني بكم صرف الدينار بالدرهم، فأخذ مني 10 منكم وأعطاني رجلا منهم. هذا مدح من علي رضي الله عنه لأهل الشام، وذم لأهل الكوفة الذين يقولون أنهم شيعة علي. ثم قال: يا أهل الكوفة، منيت منكم ب2 صم ذو أسماع، وبكم ذو كلام، وعمي ذو أبصار، لا أحرار صدق عند اللقاء، ولا إخوان ثقة عند البلاغ. وهذا في نهج البلاغة الجزء الأول صفحة 87 و100. الحسين ابن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، أو قبل الحسين الحسن أخوه، قال: إنه سخي بنفسي عنكم 3، يقول لشيعة العراق: قتلكم أبي، وطعنكم إياي، وانتهابكم متاعي. وهذا في كتاب شيعني الحسين صفحة 83. ماشي تمام. احنا قاتلنا الحسين، احنا قاتلنا الحسين 4000 من الفرس غير العراقيين العرب، 4000 رمات من الفرس، العد حرمة لكنهم فرس مجوس، واحنا وياهم زيادة طين بلة. ويجي يقول لك احنا الحسين مظلوم. ويا من هو ظلم الحسين؟ ابوي لو احنا غير قاتلنا الحسين. احنا اللي خلينا مكنا يزيد لو لا. امريكا لو مو احنا ما تقعد بالعراق. امريكا لو مو الشيعة ما تقعد بالعراق. امريكا لو مو مدارات ايران ما تقعد بالعراق. اليوم جهاد باكر قعدوا، بعد يومين صارت حاضنه اختلفوا بيناتهم، سمعت القذائف مال الهاون نزلت الى المنطقه الخضراء، ماكو قانون. وقال امير المؤمنين اللي هو مين؟ علي بن ابي طالب. خلينا مع علي رضي الله عنه وارضاه. بيقول للشيعة، خطبته للشيعة بقى: يا اشباه الرجال ولا رجال. ده عجيبه والله، عنده مش رجاله. ما هو في القول السابق يعني مش هطلع من 1000 واحد، ما فيش رجاله، ما فيش رجاله. احنا عندنا طبعا من المؤمنين رجال. يا اشباه الرجال ولا رجال، حلوم الاطفال وعقول ربات الحجال بتاع البيوت النسويه. لوددت اني لم اركم، يعني تمنيت ما اشوفش وشكم. وشوف ما علينا يعملوا له ايه، وكله عشان علي ونقتل ونكفر عشان علي ونكفر. هو مش طيب، مش زي واحد يقول لك انا بموت في فلان، يقول لك انا بكره مش عايز اشوف وشك، انا مش انتعار. يقول لك انا برضه عشان لا انا قتل. ارسل اهل الكوفه للحسين، ماذا قالوا له؟ قالوا له: انما تقدم على جند لك مجند، ان لك في الكوفه 100,000 سيف، اذا لم تقدم الينا فاننا نخاصمك غدا بين يدي الله. شوف، هذا اول ما ارسلوا للحسين. شوف، يزيد لما استلم الخلافه كان الحسين رضي الله عنه كان في مكه، فطلب حاكم، كان في المدينه، فطلب حاكم المدينه من الحسين ان يبايع ليزيد، فابى الحسين. فلما ضغطوا عليه خرج الى مكه. انتهى كل شيء، انتهى كل شيء، نسي الامر. لكن هؤلاء الخبثاء ارسلوا الى الحسين. الحسين ما خرج على يزيد ابتداء، الحسين خرج من المدينة إلى مكة فقط، هو وابن الزبير. لكن لما علموا أنه خرج من المدينة إلى مكة وأنه لم يبايع، أرسلوا إليه الرسل، ومن هذه الرسالة التي ذكرتها لك الآن: معك 100,000 سيف، وإذا لم تستجب لنا خاصمناك عند رب العالمين، يقول له. وهذا في فاجعة الطف، وكل من نقل كتب الشيعة هذه الصفحة 6. نعم. الحسين لما التقى بهم في الطف ماذا قال؟ قال: تبا لكم أيها الجماعة وترحا، حين استصرختمونا ولهينا مستنجدين فأصرخناكم، يعني جئتكم، سللتم علينا سيفا في رقابنا، وحششتم علينا نار الفتن التي جناها عدونا وعدوكم. وهذا في كتاب على خطى الحسين صفحة 130. علي بن الحسين ابن الحسين شارك في معركة الطف في مقتل الحسين رضي الله عنه. كان علي بن الحسين موجودا، ولكنه كان مريضا
رضي الله عنه ولم يقتل، يعني نجا رضي الله عنه، لكنه حاضر، كان عمره 21 سنة كبيرا. ماذا يقول علي بن الحسين عن شيعة العراق؟ يقول: أيها الناس، نشدتكم بالله، هل تعلمون أنكم كتبتم إلى أبي يعني الحسين وخدعتموه وأعطيتموه العهد والميثاق والبيعة وقاتلتموه وخذلتموه، فتبا لما قدمتم لأنفسكم وسوءة لرأيكم، بأية عين تنظرون إلى رسول الله إذ يقول لكم: قتلتم عترتي وانتهكتم حرمتي فلستم من أمتي. وهذا كتاب الاحتجاج للطبرسي الجزء الثاني صفحة 203. هذه العترة وحديث العترة الذي يحتجون. نعم هؤلاء هم قتلة العترة. شوف علي بن الحسين أيضا لما دخل الكوفة بعد أن استشهد الحسين وجماعة كبيرة من أهل البيت قريب من 17 نفس. طيب علي بن الحسين لما دخل الكوفة، والكوفة هي دار الشيعة في ذلك الوقت، لما دخل علي بن الحسين رأى أهل الكوفة ينوحون ويبكون، فزجرهم وقال: تنوحون وتبكون من أجلنا، فمن الذي قتلنا؟ وفي رواية: من قتلنا غيرهم؟ وهذا في الاحتجاج الجزء الثاني صفحة 290. أم كلثوم بنت علي أخت الحسين ماذا تقول؟ تقول: يا أهل الكوفة سوءة لكم، ما لكم خذلتم حسينا وقتلتموه. وهذا أيضا في نفس المهموم لعباس القمي صفحة 63-300. زينب بنت علي أخت الحسين أيضا قال لما رأت النساء يبكين قالت: صح يا أهل الكوفة، تقتلنا رجالكم وتبكينا نساؤكم، فالحاكم بيننا وبينكم الله يوم فصل القضاء. وهذا في منتهى الآمال الجزء الأول صفحة 68-500. شوف، تقتلنا رجالكم وتبكينا نساؤكم. يا زين المصريين لما يقولون يقتل القتيل يمشي بجنازته، يقتل القتيل يمشي بجنازته، هكذا تقول لهم: صح، يقتلنا رجالكم وتبكين نساؤكم. تلعبون علينا أنتم، تلعبون على من؟ ولم ترى زينب رضي الله عنها ورحمها ما يقع اليوم. لم تتوقف القضية عند البكاء، الآن صاروا يطالبون بدم الحسين. قتلوا الحسين والآن يطالبون بدمه. فأنا أقول لهم الآن من هذه القناة التي أسأل الله أن يجعلها مباركة: ألا لعنة الله على قتلة الحسين، ألا لعنة الله على قتلة الحسين، ألا لعنة الله على قتلة الحسين. من قتل الحسين فعليه لعنة الله في الدنيا والآخرة. فهؤلاء قتلوا الحسين ثم صاروا الآن يطالبون بدمه ويقول: يا لثارات الحسين. سبحان الله. وهذا يعني شيء غريب. ولذلك محسن الأمين هو من كبار علمائهم يقول: ثم بايع الحسين من أهل العراق 20,000 غدروا به وخرجوا عليه وبيعته في أعناق فقتلوه. هم قتلوه، الذين بايعوهم الذين قتلوه. وهذا في أعيان الشيعة الجزء الأول صفحة 36. والأعظم والأدهى من ذلك مرتضى المطهري ماذا يقول؟ يقول: لا ريب في أن الكوفة كانوا من شيعة علي، وأن الذين قتلوا الإمام الحسين هم شيعته. مرتضى المطهري هذا مرجع شيعي كبير، إمام من الشيعة، يقول: والذين قتلوا الإمام الحسين هم شيعته. هذا في الملحمة الحسينية الجزء الأول صفحة 29 و100. ويقول أيضا مرتضى المطهري يقول: فنحن سبق أن أثبتنا أن هذه القصة مهمة من هذه الناحية، وقلنا أيضا بأن مقتل الحسين على يد المسلمين بل على يد الشيعة. هكذا مرتضى المطهري يقول: بل على يد الشيعة بعد مضي 50 عاما فقط على وفاة النبي، لأمر محير ولغز عجيب وملفت للغاية. وهذا في الملحمة الحسينية الجزء الثالث صفحة 94. شيخ روايات غريبة جدا. نعم. وتبين التناقض يعني الموجود الآن، وهذا كلام مرتضى المطهري وهو مرجع كما قلتم أنتم. نعم. هذه الروايات وهذه النقولات التي موجودة الآن، أين عامة الشيعة عنها؟ ألا يقرؤونها؟ والله عامة الشيعة لا يقرؤون. أنا يعني لا أقول خبرتهم، لكن جلست مع الكثيرين منهم لا يقرؤون إلا ما سطر لهم، وهي رسائل التقليد زين وبعض الكتيبات كذا، لكن كتب التاريخ والكتب العميقة ما يقرؤون أبدا. خذها مني، لا يقرؤون.
إذن هي دعوة منكم؟ أنا دعوة، نعم دعوة أن اقرأوا. أنا أقول لهم هكذا، اقرأوا الكتب، اقرأوا، تعرفوا على يعني الذي حدث حقيقة. يعني دعوا عنكم دعاوى بعض المهرجين في المنابر وكذا، ويبكون ويتباكون، والحسين حسين حسين، هم قتلة الحسين، ويخفون عنهم الحقائق. أنا أقول لهم اقرأوا الكتب، ارجعوا إليها وتعرفون من قتلة الحسين رضي الله عنه.